بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. والفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم ورشة مجانية من الألف إلى الياء، يعني من الجينواز اللي غادي تجي قطن البنات. اليوم غادي إن شاء الله نخدموها بالمحسن، ماشي كما موالف نشاركها معكم. نشوفوا الحشو ونشوفوا كريمة اللي كيفاش غادي نخدموها اللي تجي بزاف بنينة، نشوفوا طريقة تاع التلوين تاع الشونتيي التزيين. أما لا غير تبعوا الفيديو من الأول حتى التالي، خاطش في التالي ثاني غادي نعطيكم سعر البيع تاع هذا اللاير كيك اللي غادي نخدموه ان شاء الله مع بعض. واللي ماهوش مشترك البنات تضغط على زر الاشتراك وتشترك باش يوصلها كامل جديد اللي راني نحطه. والجينواز شا عندي 7 حبات تاع البيض، ونديرو معاها قرصه تاع الملح، ونديرو ثاني لافاني. انا من بعد نسيتها درتها حتى من بعد. وغادي نوزن السكر 140 غرام تاع سكر. هنايا غادي ندير كلش في البيتره، مش كما الطريقه الاخرى اللي موالف نديروها بدون محسن. جينواز بدون محسن هذه لا، اللي فيها المحسن غادي نخدموها خطره واحده في البيتره، تتضرب ضربه واحده بالسكر بالفرينه بالبيض بكلش. قادرين ثاني هذو المكونات ديروهم في بالباتير وتضربوا الباتير عادي. عندي هنا قلت لكم 140 غرام تاع السكر، ما يعادل 6 مغارف. درنا 6 مغارف تاع السكر، يعني غادي نعطيكم بالميزان وبالمغرف. عندي لكل حبه بيض 20 غرام تاع السكر. مثال غادي ديروا 2 حبات بيض، ديروا 40 غرام تاع السكر كيما هاك تمشوا. في كل بيضه قلت لكم 20 غرام تاع السكر. هنا غادي ندير ثاني الفرينه مباشره، نحطوا الفرينه اللي هي 245 غرام تاع الفرينه. عندي لكل حبه بيض 35 غرام تاع الفرينه. فيما يخص الفرينه، الحبات اللي درناهم ولا المغارف اللي درناهم، درنا 9 مغارف تاع الفرينه كما شفتوا معمرين. غادي نضربوهم كاع وزدناهم 28 غرام تاع المحسن اللي هو داير كيما الجيل. عندي لكل حبه بيض 4 غرام تاع المحسن. ضربناهم كل شيء مع بعض في البيتنا ولا في الباتير، غادي نخلوهم يضربوا. حنايا على جهه نوجدوا في المول هذاك السيرسو اللي غادي نطيبوا فيه اللاير كيك. حطيت بابي كويسون في السيرسو في الوسط كاع الاطراف، ودرت له دائره في الوسط، وحطيتها ثاني في بلا فيه بابي كويسون كما راكم تشوفوا في الفيديو. وليت الخليط تاعنا لقيته شويه ثقيل كما قلت لكم، لافاني نزلتها حتى لدرك، وزدت 3 مغارف تاع الماء وخليته يتخلط مليح. من بعد كي يتخلط ضربه زوج، جبته هنايا في هذا السيرسو عمرته. ندير هذه العمليه بالعود تاع الشوا، من بعد ندخل في الفرن يكون مسخن من قبل على 160 درجه حتى 180 درجه، ونخلوها طيب حتى ل 45 دقيقه. هذا اللاير كيك خاطش غادي يجينا عالي، ونخلوه باش يتنفخ ونعطوه حقه في الطياب البنات باش ما يجيناش معجن من الداخل. بالنسبه للشربات، عندي 3 كيلو تاع الماء مع كيلو تاع السكر حرش، وندير معاها شريحه تاع ليمون، خليها قد ما تغلي 10 دقائق وغادي نطفيها. للناس اللي عندهم لي كوموند بزاف قادرين تخدموها وتخلوها في الفريجيدير، تقعد عندكم مده وما تخسرش حتى الاسبوع وما تضيعش. هنايا غادي نخدموا الكريمه باتيسيير بدون بيض. في طاوه غادي ندير كاس تاع الحليب مع لافاني، ندير مغرف كبيره تاع السكر، وندير مغرف كبيره تاع المايزينا ولا نشاء الذره، نحطهم على النار وما نوخرش، نقعد نخلط. وراني موجده 100 غرام تاع الشوكولا بالحليب، ولا تفضلوا الشوكولا نوار ديروا الشوكولا نوار. كي نخرجها وتثقل وفي هذا القوام غادي نجيبها وندير لها مغرف صغيره، ماشي معمره، مغرف كبيره بصح ماشي معمره تاع الدهان، ونخلط ندير لها بلاستيك ونخليها في الفريجيدير غير من تحت، خليها تبرد. وشوفوا الجينواز تاعنا من طابت كي ولت قطن البنات، تجي بزاف بنينه من الداخل وتجي قطنيه، تجي خفيفه معمره. هذوك الفراغات كي تاكلوها تفوتوا الروحه، دوك وتزيدوا تشرب تفوتوا الروحه. شوفوا انايا هذه طيبتها في الكوزينير تاعي من تحت، كي حطيتها من تحت لاخاطش تحرق لي. نتوما من الاحسن ديروها في فور اللي فيه فونتيلاتور، ولا كان عندكم فور تاع التلمسان يكون شويه عالي من الداخل، تقدروا تدخلوا هذاك السيرسو طيبوها، خاطش تاع التلمسان يطيبوا ثاني غايه الجينواز. شوفوا من الداخل كي جات دايره، قسمتها. شوفوا انايا الطبقات درتهم شويه خشان، كون بغيت نديرهم على 6 طبقات نديرها على 6 طبقات. انا قلعت الطبقه الفوقانيه والطبقه التحتانيه، خاطش غادي ندير لي ديك الطبقه البنيه باش ما تجينيش هذيك المروريه في الجينواز، والطبقه اللي من الفوق ثاني قلعت منها باش السطح يكون مستوي، والطبقات كاع يكونوا كيف كيف. نغلفهم في بلاستيك، وضروري غادي يقعدوا ليله كامله يريحوا يبردوا، والصباح غادي نولي لها نخدم الكريمه تاعنا ونطبقوها في هذيك الجينواز. الكريمه جبت هذيك اللي خدمناها حطيتها هنايا بعد ما ولات كتله في الفريجيدير، درت معاها 2 كيسين تاع الشونتيي، وحطيت معاها 4 كاس تاع الماء، عاود درت 4 كاس تاع الماء. نحطو تدريجيا الماء باش من الكريمه تاعنا ما تجرالناش البنات، باش من الكريمه
تاعنا ما تضيعش. هنايا حطيت معاها خليتها تخلط، وليت درت لها مغرف تاع الكاكاو، ودرت لها عطر تاع البخاليني، وعاود غادي نخلطها غير هنايا بمغرف ولا نعاود نردها تخلط. زدتها ثاني ربع كاس تاع ما وخد اخر هكا باش عطاتني هذا القوام اللي شاد روحه، تجي بزاف بنينه، تجي ثاني شاده روحها، بغا في الصيف ولا في المشتى في جميع الاوقات ولا جميع المواسم، غادي هذا الكريمه تقعد على حالها، تجي شابه بزاف. هنايا غادي نبدا ندير المونتاج للكيكه تاعنا. غادي نجيب هذا السيرسون، ونجيب هنايا السوطاخت اللي تجي من تحت هذيك تاع اللوح، ونجيب ثاني السيرسون، نجيب البابي غيتار حطيتها على كاع لو تور. وهنايا غادي نجيب الجينواز الطبقه الاولى ونشرب. عندي الشربات انايا بالفريز، بغيتو ديروا غير شربات وحده مباشره فيها بالذوق الفاني، ولا ديروا بالفريز كاع الطبقات كيف كيف. انا قعدت ندير طبقه بطبقه، الطبقه الاولى درتها بالذوق تاع الفريز، والطبقه الثانيه بالبخاليني. شوفوا غادي ندير الكريمه ودرت الشوكولا، من بعد نعاود نبلع هذيك الشوكولا، خصني نغلقها، ندير الجينواز الطبقه الثانيه تاع الجينواز، وعاد ندير الكريمه. وهذيك الكريمه نحاول باش ندير طبقه قدها قد الطبقه تاع الجينواز، يعني غادي نديرها خشينه كما راكم تشوفوا. درت القرقاع اللي دخلته دخله وخرجه في الفرن هكا باش يدير شويه قرميشه. وغادي ندير ثاني الكراميل، ونعاود نغلق هذا الكراميل باش الطبقه مع الطبقه ما تنزلقناش. درت الطبقه الثالثه، راكم تشوفوا الطبقه كي خشينه تاع الكريمه، نمشيها كامل. ندير هذيك المغرف اللي تكون شويه عوجه، نمشيها باش ما نغبنش، نمشيها كامل في الاطراف ونطلع، نحاول بها نطلع. والوسط غادي ندير طبقه بطبقه، طبقه تاع شوكولا، طبقه تاع كراميل، ندير مكسرات. نتوما شوفوا الذوق اللي تبغوا على حسب طلب الزبونه، حسب لا درتوها رواحكم في الدار ديروا كيما تبغوا، ديروا فيها البنان من الداخل، ديروا فيها اي حاجه من الداخل اللي تعجبكم قادرين نديروها. قادرين نديروا ثاني شوكولاته اختيني بذوق البندق، شوكولاته اختيني بذوق الكوكاو ثاني تجي بنينه بزاف. هنا درت الطبقه الرابعه درتها كراميل مع قرقاع، وثاني مشيت غلقت كامل هذاك الكراميل قلت لكم باش من الطبقه تاعنا ما تنزلقش على اختها. وثاني هذه الطبقه الاخيره غادي نزيدها درك، درت لها الطبقه الاخيره وشربتها ثاني. الطبقه الاخيره غادي نشربوها غايه الغايه هكا، خاطش ما غاديش طيح لنا. الطبقه الاولى هي اللي ما نشربوهاش غايه، التاليه اللي نشربوها غايه الغايه كما قلت لكم. ونغلفها غير بشويه تاع الكريمه اللي بقات لي، نديرها بلاستيك ونديرها في الفريجيدير باش تبات ليله ولا حشيه نعاودو نخدموا بها. بالنسبه للكريمه تاعنا عندي شونتيي، عندي درت انايا 2 كيسان ونص تاع الشونتيي كاع، وبقى لي منهم البنات بقى لي منها. درت 2 كيسان ونص تاع الشونتيي، وعندي كل كاس تاع شونتيي غادي ندير له كاس قل ربع تاع الماء. وشوفوا التلوين تاعه غادي نلونوه بهذيك هذاك الغبره، ملون غبره تاع فروكتا، وزدت معاه ثاني هذاك شويه يملح الشونتيي، متكثروش منه. غادي نحطه تدريجيا في الماء، وحطيت معاهم ثاني ملون الخاص بالشوكولا الازرق. ثاني قعدت نلون في الشونتيي تدريجيا حتى اللي تحصلت على هذا اللون المرغوب، اللون اللي بغيتوه لون اغمق من هذا ما عليكم، غير تزيدوا تدريجيا حتى اللي تحصلوا على اللون اللي راكم باغيينه. وتذوقوا دائما تذوقوا، خاطرش هذاك اللون تاع الغبره غادي يملح لنا الشونتيي. البنات من الاحسن تضيفوا اللون تاع الخاص بالشوكولا احسن. بعد ما ريح الكيك تاعنا قد ساعتين ولا اكثر، ولا حتى الليله غادي يبات ليله في الفريجيدير والصباح نخدموه. بابي غيطار غادي نجيب الليسوز ونقعد نليسي، ندير هذه العمليه. كما شفتوا الكراميل راه خارج في كاين في بلايص راه خارج وراه باين. هنايا غادي نحاول باش نغطي كامل هذوك الكراميل. وثاني المستوى تاع الكريمه وتاع الجينواز يكونوا كاع كيف يكونوا على مستوى واحد. نعمر الكريمه اللي خدمناها في بوش، ولا لابوش نحاولوا باش نديروا هذاك الفراغ اللي تخرج منه الكريمه نقصوه شويه خشين باش بالخف تعمرنا الكيك تاعنا يتعمر. غادي نجيب الليسوز ونبدا نليسي. كل ما نليسي غادي نتخلص من الزائد في جهه واحده اخرى، في اناء واحد اخر نحط هذيك الزياده اللي غادي تجينا في هذيك الليسوز. والرطب نقعد ساعه على ساعه الرطب، والفراغات اللي غادي يبقوا نعاودوا نعمروهم. كل ما نعمروا فراغ نعاودوا نليسوها. هنايا البنات انا تفكرت الاعواد تاع الشواء، وهي نورمالمون هذو الاعواد يجوا من نديروا المونتاج تاع الكيك نعمروهم عاد ونجيبوا الكيك تاعنا ونديروا له الكريمه. انا كنت ما درتش حتى دوك راني درتهم. والاعواد تاع البوب كيك هما اللي غادي ندير
نديرو في وسطهم الأعواد تاع الشواء ونغلقوهم هكا بلاستيك تاع غذائي وندخلوهم في وسط الكيك تاعنا باش الكيك تاعنا يوقف غاية الغاية. غادي نبلعوهم ونبلعو كامل هذوك باش ما يبقوش العيوب في الكيك تاعنا من الفوق. نغلقوهم وغادي نبداو بالليساج نحطوها في الماء اللي يكون مغلي، نقعدو نرطبو في الكيك تاعنا حتى الكيك تاعنا يرطب ويقعد يلمع. انا من الفوق ما ديتهاش في باش ليسيها من الفوق، بغيتها شويه تكون مشرشفه، خاطش غادي نعمرها من الفوق عندي هاد ستيكرز غادي ولا هادو الصور غادي نجيبهم نعمر الكيك تاعي، خاطش هي بغاتها الطلبيه كانت تاع سبايدر مان. هنايا هذه الشبكه كيفاش غادي نخدمها، نجيب الشوكولا، عندي الشوكولا بيضاء نلونها بالملون الخاص بالشوكولا الازرق، نلونها تدريجيا حتى نتحصل على هذا اللون. من بعد غادي نجيب هي 100 غرام، غادي نجيب شويه تاع الماء المغلي نقعد ندير فيه تدريجيا حتى هذيك الشوكولا غادي تفسد. من بعد غادي نحط تدريجيا، ما نحبش تخلط حتى اللي تولي القوام تاعها كيما تاع الكاناش، نخلوها تبرد شويه نديرها في بوش ونخدم هذيك الشبكه. مع انكم غير ديروا الشوكولا تكون حاميه وديروها هنايا في الكيكه غادي تضيع لكم كاع الشكل تاع الكيكه وما تجيش شابه. نكمل انايا الشبكه تاعي ونجيب هذوك الصور. غادي انا مانيش عارفه التزيين، غادي كل خطره نجيب صوره وننقلها في المكان تاعها المناسب. شوفوا انا كملتها. غادي نجيب ثاني هذاك الاسم، غادي نخدم الاسم تاع الولد. هنايا عندي هذا السيليكون، بغيت بما انه راه فيها اللون الازرق والاحمر راه طاغي عليها، درت الازرق والاحمر هكا باش غادي يعطي جماليه. دوك تشوفوا هنايا، شوفوا كي جا الشباب خدمته كيفاش درت. البنات درت عجينه السكر لونتها وحطيتها في هذاك السيليكون تاع الحروف. والحروف كيفاش درت لهم، كي حطيتها في السيليكون حطيتها حدا الشوفاج كان حامي، كان عندي شويه برد هنايا، حطيتها باش خاطش غادي ما ينشف، درت لها تيلوز حطيتها حدا الشوفاج تنشف. البنات ثمثم تعاونكم والشكل تاعها يكون شباب تاع الحروف، الشكل تاعهم غادي يكون شباب. شوفوا راني درته وتلصقوه هنا بالشوكولا بيضاء، ولا بغيتو تلصقوه ثاني بشويه تيلوز مع شويه ماء غادي يدير كيما الغيره، يولي كيما الغيره وتلصقوا. شوفوا الكيكه تاعنا كي جات من اروع ما يكون، جات شابه بزاف وفرحت بها الزبونه، عجبتها بزاف. شوفوا والبنه كيما نقول لكم راه على ضمانتي، هذيك الجينواز غادي تجي قطنيه، الحشو غادي يزيدها بنه على بنه، هذيك الكريمه شابه بزاف وتجي رطبه وتجي شاده روحها، غادي حتى في الصيف تخدموها وتقعد كيما هي. والوصفه تاع اليوم ما كانش منها ما تنجحش معاكم، ما كانش منها، غادي اي وحده تخدمها ولو كان راها مبتدئه غادي تنجح معاكم. هذا الوصفه انا عطيتكم كاع الشرح المفصل، والفيديو راه طويل، راني عارفته بلي راه طويل، غير باش نعطيكم افكار كيفاش غادي بغيتكم كاع تتعلموا، بغيتكم كاع تعلموا. وهذا الصيف راه البنات غير تاع الخدمه وراه تاع الافراح، ربي يكثر علينا الافراح والمناسبات بزاف. بغيت وحده على تقعد غير مجمعه ومكتفه يديها ومجمعه في الدار غير تاكل وتشرب ما جاياش، لابد تثبت نفسها وتعاون روحها، تعاون وليداتها. ولو حتى غادي ديريها في الدار لوليداتك وتفرحيهم، ولا تديها في يدك، حتى ولا كانت بنت غادي تغيري في الصور يعني في التزيين. بالنسبه للسعر ما تبيعوهاش من تحت 400، ما بين 400 و 450 الف. البنات ما تنسونيش بلي لايك، خلوا لي لايك وخلوا لي تعليق اللي تحفزني، خلوا لي تعليق، كل وحده تخلي لي 4 تعاليق 5 تعاليق هكا باش الفيديو يطلع ويطلع الى اكبر عدد ممكن من الناس، والناس كامل تشوفه وكامل يستفادوا. والسلام عليكم.